كيكة من أروع كيكات، كيكة الإنجليش كيك، تحفة وجميلة وكلها مكسرات أو كلها فروتس على حسب ما تحبي، وواخدة لون حلو. كيكة هشة وطرية تحفة مع كوباية شاي تبقى جميلة. تعالوا نشوف عملت ايه. اول حاجة عندي مكسرات بواقي بقى رمضان، زبيب او عين جمل او بندق او فروتس، اي حاجة عندك هتقدري تحطيها في الكيكة دي. اقطع المشمشية قطع صغيرة زي الفروتس، ممكن تسيبيها زي ما هي، او ممكن تقطعي الواحدة على 2، وممكن لو عندك قراصية او عندك اي مكسرات تانية ممكن تحطيها، ده بيرجع ليكي وحسب الرغبة. وبعد ما قطعت المشمشية بالشكل ده بقت معايا صغير، تعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا 400 جرام دقيق، وهحط عليهم كيس كيك شيف ورشة ملح. نقلب الاول المواد الجافة، الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح، وبعد كده نضيف عليهم الفروتس او المكسرات. وانا ضفت المكسرات والحاجات اللي هنضيفها في الكيكة في الاول ليه مع الدقيق، علشان ما يهبطوش في قلب الكيكة ويبقوا متوزعين كويس. وبعد ما ضفتهم هديهم تقليبة مع الدقيق عشان يتغلفوا كويس وما يهبطوش في قلب الكيكة. كده بقى هسيبهم على جنب ونبدأ نضرب الزبدة. معايا هنا 250 جرام زبدة، هضربها مع 150 جرام سكر بودرة، يعني كوباية. في الاول بحاول اخلطهم مع بعض من غير ما اشغل المضرب علشان السكر ما يتطيرش. ويبقى القوام معايا كريمي وحلو. نستمر في الضرب لمدة 5 دقايق علشان القوام معايا يفتح ويبقى كريمي. وهنشوف معانا الشكل هيبقى عامل ازاي. الشكل معانا هيبقى بالشكل ده. وهنا هوقف المضرب وهجيب 5 بيضات، هضيف عليهم فانيليا. انا هضيف فانيليا سايلة، ممكن لو عايز تحطي باودر حطي. الوصفة طالما فيها بيض كتير انا بحط فانيليا سايلة. هنزل باول بيضة وهشغل عليها المضرب، ولما تختفي البيضة الاولانية هنزل بالتانية. كيكة الانجليش كيك من احلى كيكات اللي ممكن نحط عليها اي اضافات انتوا تحبوها. يعني ممكن نحط عليها بشر جوز الطيب وبتدي طعم حلو وتست حلو. والكيكة الانجليش كيك بتختلف كتير عن الكيكة العادية. الكيكة العادية بنحط لها لبن، الكيكة الانجليش بتحط لها زبدة بس، فما فيهاش لبن غير وسوائل غير البيض. وهقلب بالسباتيولا بالجوانب عشان نضمن ان كل حاجة اختلطت. وهضرب ضربة خفيفة. بعد كده هنوقف علشان هنضيف الدقيق اللي ضفنا عليه في الاول بيكنج باودر ومكسرات، وهقلبهم مع بعض. وهنا انا فصلت المضرب وهبدأ اقلبهم بالسباتولا لغاية ما القوام كله يبقى واحد. خليط الزبدة اختلط مع الخليط الجاف ومبقاش فيه اثر للدقيق بالشكل ده. هنا بقى هجيب قالب مدهون، والقالب اللي تحبوه، انا هنا جايباه مفتوح مدهون، ورشة رشة خفيفة دقيق. وهبدأ اوزع الخليط الاسباتيولا، احاول اساوي الكيكة من فوق عشان تبقى كلها سوا واحد. وهدخلها على فرن على درجة 180 لغاية ما تاخد لون حلو. وهنا كانت طلعت وطلعتها من القالب وواخدة لون حلو من فوق ومن تحت. كيكة خطيرة مع كوباية شاي، ريحتها وطعمها حلوين. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. صحة وهنا على قلوبكم.